السلام عليكم. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بألف خير. ان شاء الله النهاردة في الفيديو هنعمل مع بعض 4 وصفات اقتصادية جدا تنفع لكل المناسبات، سواء للعيد او الافراح او لاستقبال ضيوف. حاجة كده تحفة جدا، هتسميه بسكوت او صابليه او بيتيفور. حاجة ناعمة وشيك قوي، وكلهم بعجينة واحدة. يلا جددي في العيد كده واعملي حلويات او بسكوتات اقتصادية بمقادير مظبوطة، وهسيبلك كل مقاديرها بالكوباية والجرام في صندوق الوصف. بتمنى تدعموني بس باللايك والكومنت الحلو، ما تنسوش كمان تشاركوا تشاركوا الوصفات، تشتركوا ويلا في القناة بينا وتفعلوا نشوف زر اول الجرس فيديو على الكل. هنعمل فيه هنعمل شوية بسكوت ملكي زي ما انتوا شايفين كده، حاجة تحفة ان شاء الله. في نص ساعة بالتسوية بطريقة العمل هيكون جاهز من غير قطاعات ولا مضرب كهربائي. هنعمله بكل سهولة وبمقادير كلها في البيت، وكمان مقاديرنا مظبوطة 100%. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا هنصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. وأول حاجة عندي نص كوباية من الزبدة، يعني 120 جرام، وتكون بدرجة حرارة المطبخ. وعندي كمان نص كوباية سكر بودرة، يعني 90 جرام، وعليهم ذرة الملح ما تنسيهاش عشان بتظبط الطعم قوي. بمضرب يدوي أو بإيدك اشتغلي عادي جدا، تضربي السكر مع الزبدة كويس جدا لغاية لونهم ما يبيض شوية. تمام، مفيش أسهل ولا أجمل ولا أطعم من البسكوتات دي يا جماعة، لازم تجربوها وتقولوا لي إيه رأيكم في الكومنتات. ولو في أي استفسار أنا نسيت أي حاجة أقولها أو كده فقولوا لي في الكومنتات. بس هضربهم كويس جدا مع بعض، ويا ريت الزبدة ما تنسوش تبقى تخرجوها قبل طريقة العمل بنص ساعة علشان ما تغلبكوش في الضرب. هنزل عليها كده بمعلقتين صغيرين من الزيت، تمام، يعني حوالي 15 جرام. تمام، شايفين الزيت بيظبط معايا القوام، والزبدة كده بتبقى سلسة معايا وسهلة في الضرب. شايفينها ابيضت كويس خالص. بس كده هنزل عليهم ببيضة بدرجة حرارة المطبخ، وعليها معلقة صغيرة أو كيس من الفانيليا. تمام، هنضربهم كويس مع بعض لغاية الخليط ما يتجانس مع بعض والبيضة تختفي مع الضرب. زي ما قلتلك طريقة العمل سهلة وبسيطة. عفوا، مش هتاخد معاكي 10 دقايق طريقة العمل، والتسوية هتاخد معانا تلت ساعة. هقولك دلوقتي هنعمل ايه في التسوية عشان يطلع معاكي بسكوت مظبوط ودايب دوب. هنزل الجوانب كده بسباتولا، تمام، وهبدأ انزل الدقيق بتاعي. الدقيق هنا كوبايتين من الدقيق، يعني قد ايه؟ يعني 260 جرام بالجرامات. وان شاء الله هسيب لك كل المقادير في صندوق الوصف بالكوباية والجرام. عندي 3 جرام بس من البيكنج باودر، يعني نص معلقة صغيرة. تمام، ما تكتريش في البيكنج باودر علشان انا مش عاوزاها تنفخ معايا ولا شكلها يبوظ ويبقى فيها انتفاخات وطالع ونازل، لا خالص. 3 جرام حلو جدا. تمام، هنزل الدقيق طبعا بالتدريج علشان كمية الدقيق هي مظبوطة، بس علشان نوعية الدقيق من دقيق للتاني بيبقى مختلف في يعني ممكن انا احتاج معلقة تانية، ممكن مش احتاج المعلقة الاخيرة اللي انا سبتها دي، لكن هنشوف دلوقتي انا هحتاج على المقادير اللي انا حطيتها ولا لا. شايفين انا استخدمت كل كمية الدقيق اللي هو 260 جرام، يعني كوبايتين بنفس المج اللي انا عايرت بيه الزبدة والسكر. تمام، استخدمي اي كوباية عادي تعجبك، بس هنمشي بيها كل المقادير. تمام، طبعا انا حسيت ان انا لسه محتاجة معلقة صغيرة من الدقيق حوالي 10 جرام، فكده كمية الدقيق عندي 270 جرام. تمام، يعني كوبايتين ومعلقة من الدقيق. طبعا عايزة البسكوت يطلع معاكي مظبوط من غير ما تبقي خايفة انه هيطلع مثلا معجن او حاجة مش مستوي او كده. طبعا واحنا رايحين نشتري الدقيق نبص على درجة البروتين أو نسبة البروتين في الكيس اللي احنا هنجيبه. طبعا مش هنبص على الشركة خالص، فشوفي نسبة البروتين لو أقل من يعني من 13.7 ونازل هيبقى بتاع بسكوتات، هيطلع معاكي البسكوت تحفة وناعم، حاجة كده تحفة. بس كده هاخد طبعا العجينة بتاعتي بعد ما ريحتها 5 دقايق على رخامة المطبخ. تمام، هبدأ أفردها بسمك 2 ملي. هوريكم دلوقتي السمك
بتاعنا بتاع البسكوتة، وهيبقى جميل جدا ومظبوط على الآخر. طبعا انتي ممكن تستخدمي المفرش السيليكون على طول من غير كيس ولا اي حاجة، تمام. لكن برضو للأمان أنا استخدمت الكيس، وبعد كده برضو فعلا جربت المفرش السيليكون، لقيته ما شاء الله ما بيلزقش عليه أي حاجة، يعني تقدري تستخدميه مباشرة، تمام، من غير أكياس ولا أي حاجة. بس كده. ولو استخدمتي ورقة زبدة برضو اديها دهنة من الزيت، علشان ورقة الزبدة في أنواع بتلزق فيها البسكوتات أو العجين. عندك قطاعات اي شكل تحبيه، بس انا استخدمت قطاعه ساده طبعا مش عندي من البلاستيك، فانا استخدمت اللي هي بصامه الكحك، تمام، علشان انا عاوزاها ساده كده حوالين داير، تمام. عملنا حوالي يعني 13 او 14 بسكوته كده، حجمهم حلو جدا. شايفين السمك ده؟ السمك اللي انا عاوزاه حوالي 2 مللي، شايفين اهو. لو زاد منك حبة مش مشكلة، ولو قل برضو مفيش مشكلة، زي ما انت عايزة يعني ترققي اكتر من كده، بس البسكوتة كده مظبوطة على الاخر، تمام. لا هيفرش معاكي ولا شكل البسكوتة هيتغير، هيطلع ما شاء الله حاجة كده تحفة. شايفين انا بقى اهو وريتكم ازاي هننقله من على الكيس، وهكمل كل الكمية زي ما انتم شايفين اهو عشان ما اخرش عليكم في الفيديو. وبعد كده الزوايد بتاعتي العجين او البسكوت، تمام، هبدأ اعمل بيها كور زي ما انتم شايفين كده عشان نعمل بيها الوردة بتاعتنا. شايفين الجمال؟ مش محتاجة اي حاجة. لو ما عندكيش قطاعة تستخدمي زي ما انا استخدمت كده بصامة البسكوت، او عادي الكوباية. يعني يا جماعة عندنا كوباية او غطا برطمان، اي حاجة ممكن نستخدمها عادي جدا، وهيطلع معاكي البسكوت بالشكل الجميل ده، مفيش اي تعب ولا اي مجهود، حاجة كده تحفة. شايفين الجمال؟ اهو كل الكمية هندخلها بقى على درجة حرارة 180 رف اوسط، تكون الفرن مسخنينها من قبل لمدة 20 دقيقة بالظبط. ما تزوديش عشان على 20 دقيقة، علشان يطلع معاكي بسكوت كده لونه جميل، ويعني بيبقى واخد لون رائع جدا جدا عند 20 دقيقة على درجة الحرارة 180. شايفين نجاح البسكوت يا جماعة؟ أنا بشوفه من قاع البسكوتة نفسها، من تحت كده مفيش فراغات، كله تمام وكله سوا واحد، واللون حاجة كده تحفة. شايفين اهو؟ فكده البسكوتة معايا هشة وناعمة وحاجة كده روعة، تمام. بس كده هجيب بقى للتزيين، عندي مربى وعندي جوز هند مبشور. عايزة مربى خوخ مش مشكلة، يعني عندك مربى خوخ تمام، مربى مشمش، مربى برتقال، عندك مربى فراولة، فكلهم يمشوا معاكي، تمام. حتى لو حب شوكولاتة مفيش أي مشكلة. بس كده زي ما انتم شايفين، هجيب الفرشة وحوالين داير للبسكوتة وأزينها كده، أديها مسحة بسيطة من المربى، تمام، وأغطسها زي ما انتم شايفين كده في الجوز الهند المبشور، سواء ناعم أو خشن براحتك خالص، أو لو عندك سبرينكل برضو مش مشكلة ممكن تحطي فيه، تمام، او مكسرات براحتكم، طريقة التزيين زي ما انتم عاوزين. بس انا بحب جدا في البسكوتات استخدم جوز الهند. شايفين السهولة؟ والله بجد ما فيش اسهل ولا اجمل من كده. ما اخدش معايا والله يا جماعة اقل من نص ساعة، هي التسوية بس اللي اخدت تلت ساعة، وممكن تقريبا اخدت حوالي 5 دقايق او 7 دقايق في طريقة يعني العجن والفرد والكلام ده، مش اكتر من كده. طبعا كنت عاوزة اقول لكم بسكوت 10 دقايق وفي 10 دقايق هيكون جاهز والكلام ده، بس طبعا التسوية بس علشان المصداقية، وتقولوا لي ازاي 10 دقايق وانتي اكيد اخد معاكي نص ساعة او اكتر. فهو بالظبط كل حاجة ما اخدتش نص ساعة بالظبط يا جماعة، وقلت لكم والله اقل. بس كده بقية المربى هحطها كده في النص، هتدي شكل جمالي رائع جدا، وكمان تقدري تحطي بدل المربى شوكولاتة زي ما اتفقنا، تمام. طريقة التزيين ترجع لك براحتك خالص. بسكوت ملكي اعمليه زي ما انا عملت كده، هيديكي طعم لذيذ، لانه مربى بتدي طعم رائع. تعمليها في الاعياد، في المناسبات، رايحة تزوري حد او حد جايلك وعاوزة تعملي حاجة سريعة،
رايحة تزوري حد ومش عاوزة تشتري حاجة، لا ما تشتريش، أنا بقولك اعملي الطريقة الجميلة دي، وإن شاء الله بجد هتلاقي الناس منبهرة جدا جدا من البسكوتات بتاعتك، وتسلم إيدك مقدما. اعملوه وقولوا لي إيه رأيكم في الكومنتات، مستنية كومنتاتكم تقولوا لي تسلم إيدك، وكمان تقولوا لي إن احنا جربناه. شاركوا الوصفة مع حبايبكم وأصحابكم علشان يستفيدوا ويعملوا أحلى بسكوت او صابليه او بيتيفور. زي ما انتوا شايفين النعومة حاجة كده تحفة وشكلها جميل قوي، ينفع للعيد وينفع للمناسبات، حاجة روعة قوي. ما تنسوش اللايك يا حلوين، واستمتعوا بقى بعمايل الحاجات الحلوة دي، وشكلها الجديد بجد هتشرفك جدا قدام ضيوفك. يلا بينا نشوفوا الوصفة التانية. ما شاء الله اللهم بارك. بسكوت القهوة أو بسكوت الشوكولاتة. طبعا علشان في قهوة أو شوكولاتة ممكن تسميه بسكوت شوكولاتة أو قهوة، حاجة كده تحفة، سهل وبسيط من غير قطعات من غير مضرب كهربائي. زي ما انتم شايفين شكله رائع جدا، تقدري تعمليه في كل المناسبات سواء عيد أو في اليوم العادي بتاعنا، مع كوباية شاي تاخديلك قطعتين، حاجة كده تحفة بجد. مذاقه مختلف تماما وطعمه لذيذ هش وناعم جدا. وطبعا قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا هنصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. المكونات بتاعتنا، أول حاجة عاوزين نص كوباية من الزبدة 120 جرام، تمام، أو 125 جرام من الزبدة. عايزة أقول لكم هي بس علشان الكوباية فيها فراغات، هي دي نص كوباية مش كوباية كاملة، تمام. عندي زي كده بصوا السكر البودرة نفس الحجم كده، بس علشان طبعا انا برضو مخرجاها من التلاجة من فترة، بس برضو عشان الجو تالج فهي جمدانة معايا مش راضية تهدى اكتر من كده او تسيح اكتر من كده يعني. عندي عليهم نص كوباية من السكر البودرة، حوالي من 80 ل 90 جرام، تمام. طبعا هنضرب السكر مع الزبدة عادي جدا بالسباتولا، طبعا شايفين علشان الجو والله تقريبا مطلعاها من 4 ساعات، تمام، وفاتحة العلبة وبرضو مش راضية يعني تسيح كده معايا. فانت طلعيها بفترة طويلة، حطيها في مكان دافي او ممكن تسيحيها عادي جدا. بس هنضرب السكر البودرة، تمام، مع الزبدة زي ما انتم شايفين كده بالسباتولا، تمام، او بايديكم عادي، تقدروا تشتغلي بايدك عادي جدا، تمام، لغايه ما احس كده القوام بقى اخف معايا. خلاص هبدا استخدم المضرب اليدوي. ده عاوزه تريحي نفسك وتستخدمي المضرب الكهربائي مفيش مشكله. عندي هنا ربع كوبايه من الزيت، حوالي 60 مللي جرام من الزيت النباتي، تمام. هنضربهم كده اهو، سهله يعني الطريقه سهله وبسيطه جدا. هنزل الزيت على مرتين كده اهو. الزيت بيخلي القوام بتاع البسكوتة او يعني تبقى ناعمة، وفي نفس الوقت فيها سنة قرمشة كده حلوة جدا، تمام. عايزة تستخدمي المقدار كله زبدة مفيش اي مشكلة، بس صراحة الزيت يعني برضو حاولي تحطي معلقتين من الزيت لو هتستخدمي المقدار كله زبدة، لانه الزيت فعلا بيدي قوام تحفة قوي. بس هنضربهم كويس زي ما انتم شايفين الخليط ابيض معايا كده وبقى فاتح. عندي هنا معلقتين كبار من النشا، حوالي 20 جرام. عندي برضو الكاكاو الخام معلقتين، حوالي 15 جرام. وعندي معلقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان، تمام، حوالي كده 8 جرام، تمام. وان شاء الله هسيبلك المقادير في صندوق الوصف بالكوبايه والجرام. ويا ريت لو اول مره بقى تشوفوا قناتي يلا بسرعه انزلي اشتركي في القناه، وكمان فعلي زر الجرس على الكل. ما تنسوش اللايك الجميل يا جماعه، لانه عايزه تفاعلكم كده معايا بلايك وكومنت حلو، سواء الوصفه عجبتك يعني بعد ما تجربيها، او في حاجة انتي لقيتيها مش مظبوطة معاكي، او في حاجة نسيت اقولها، انزلي اكتبيلي في الكومنتات انا هرد عليكم ان شاء الله. بس كده مهمة المضرب اليدوي انتهت خلاص، احنا ضربنا الكل مع بعض كده. ما تنسوش يا جماعة ذرة الملح، تمام.
في الوصفة، أي وصفة فيها سكر فيها حلويات. معايا هنا كوباية من الدقيق عشان ما نتوهش بقى بعيد عن الوصفة. كوباية من الدقيق حوالي 125 جرام، عليهم نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. أنا مش عاوزاه ينفش أو شكله يتغير، فبحط نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر حوالي 4 جرام. وطبعا ذرة الملح حطيتها دلوقتي. فانتوا ما تنسوش خالص في الحلويات اي وصفات بسكوت او اي حلويات، لانها بتظبط الطعم قوي قوي. بس كده. ومعايا الكوبايه التانية اهو، انا اخدت نصها بالظبط. تمام، يعني حوالي 170 جرام من الدقيق. تمام، يعني كوبايه ونص. نفس الكوبايه اللي هنستخدمها في الاول نفضل نستخدمها في كل المقادير كلها، ما نغيرهاش. تمام، هبدا الم كده بايدي. تمام، البسكوت هلم ولم، انتوا عارفين ان البسكوتات ما بتتعجنش. بس كده لغايه الدقيق ما يختفي معايا. خلاص هنبطل عجن وخلاص كده. عايزه اقول لكم المقادير كلها سهله وبسيطه اهي، موجوده في البيت، ما تقولوش مش موجوده. ما فيش حاجه، عندنا الدقيق وعندنا الزبده والملح والسكر. تمام، بس في الوصفه دي لازم يكون سكر بودره. عندك مطحنه عادي جدا، اطحنيه في البيت، يعني بلاش تشتريه بقى غالي قوي، لا عادي في 5 دقايق نطحن نص كيلو. شايفين القوام معايا كده مظبوط قوي. تمام، هاخد الخليط بتاعي طبعا زي ما انتم شايفين نص كوبايه بس اللي انا اخدتها من الكوبايه التانية. هجيب كيس كده واحط فيه العجينه بتاعتي علشان ما تنشفش معايا. تمام، تبقى عامله كده طبقه بتنشف من بره، فانا مش عاوزه الطبقه دي. تمام، هحطها كده وابدا اشتغل منها عادي. بس كده اهو، هاخد منها، هفتح الكيس كده وهاخد واشكل عادي واحط في الصاج بتاعي. تمام، شايفين؟ عاوزه اقول لكم يعني اقل، يعني ممكن تقولي ربع كيلو، اقل من ربع كيلو من الدقيق. تمام، عملنا حوالي 35 قطعة بسكوت، يعني 35 حبة من البسكوت هنعملها. وتقدري تعملي الشكل اللي انت عاوزاه، عايزة تعملي دواير تبقى دواير كده وتحطيها تغطسيها في الشوكولاتة، مفيش مشكلة. انا حبيت اعمل الشكل ده سهل وبسيط وسريع قوي. تمام، وهبدأ اشكل الكمية كلها بقى علشان ايه ما اطولش عليكم في الفيديو، لكن براحتك في التشكيل. لكن الشكل ده انا عجبني قوي قوي. تمام، المقادير مظبوطة كلها يا جماعة، جربوه بجد بجد هيعجبكم. يعني بصراحة هتندموا لو مجربتوش نوع البسكوت ده، بجد حاجة كده روعة. بس كده اهو عملنا 35 قطعة من البسكوت من كوباية ونص من الدقيق. تمام، هدخلهم في فرن طبعا متسخن على 180 درجة لمدة 15 دقيقة في رف أوسط كده. زي ما انتم شايفين طالعين اهو، يعني الحمد لله شكلهم ما اتغيرش قوي، البيكنج باودر مظبوط وكل حاجة تمام وزي الفل. أنا عاوزاهم بالشكل ده. تمام، عاوزة شكلهم يبقى أصابع، يعني زي ما احنا حطيناها بالظبط. ما تكتريش في البيكنج باودر، قللي كمان شوية عن المقدار اللي انا حطيته. هجيب هنا عندي شوكولاتة او الوايت شوكولات، سيحتها طبعا على حمام بخار وحطيت فيها معلقتين من الزيت. تمام، واغطس اصابع بسكوت الشوكولاتة او بسكوت القهوة كده واطلع. براحتك، عايزة تستخدمي كمان الشوكولاتة اللي هي الدارك برضو مفيش مشكلة، شوكولاتة بالحليب براحتك خالص، استبدلي. يعني انا غطستها في شوكولاتة بيضة وبعد كده زينت بالشوكولاتة الدارك. الموضوع سهل وبسيط جدا ومفهوش بيض، يعني انا شايفاها وصفة اقتصادية. انا عملت كمية كبيرة من البسكوت، تقدري تاخدي معاكي في الشغل، تقدري تحطيه في لانش بوكس للولاد. بصراحة حاجة كده تحفة، طعمه حلو، سنيك اثناء اليوم. جاية عندك ضيوف وعاوزة تعملي حاجة حلوة وسريعة كده، تحطيها تقدميها مع المشروبات، تلاقي نفسك عملتيه بكل سهولة. طعمه حلو جدا جدا جدا. بس كده هاخدهم كده بعد ما خلصتهم كلهم، احطهم في الفريزر او التلاجة او اسيبهم على الرخامة لمدة نص ساعة. لكن لو دخلتهم التلاجة مش هياخد 5 دقايق وهينشف، الشوكولاتة هتبقى جامدة معايا.
بس كده عندي الشوكولاتة الدارك، وهبدأ ازين عادي كده خطوط رايحة جاية. تمام. كانت الفتحة كبيرة بقى وانا عمالة الخبط رايحة وجاية، بس هي كده خلاص هم شكلهم هيطلع مظبوط وزي الفل. بس كده. تمام. بجد يعني بسكوت طعم حلو جدا، جربوه ان شاء الله هيعجبكم، او قولولي في الكومنتات ايه رأيكم بعد ما تجربوه. وشاركوا الوصفة، متنسوش ان تشاركوا الوصفة مع اصحابكم واحبابكم علشان يعملوا نوعية البسكوت ده، بجد حاجة كده تحفة. بس كده دخلته الفريزر لمدة 10 دقايق بس كده، او التلاجة. خلاص نشف معايا، نشفت الشوكولاتة واتمسكت. فخلاص هبدأ دلوقتي ايه احطها في طبق التقديم. تقدري تحتفظي بيها في التلاجة او بره التلاجة فترة طويلة. احنا في الشتاء دلوقتي، تقدري تحتفظي باي شوكولاتات او اي حاجة بره التلاجة عادي جدا، مش هيسيح معاكي ولا شكلها هيتغير. تمام. بس عايزة اقول لكم ميكس القهوة مع الشوكولاتة حاجة كده تحفة، يعني طعمها لذيذ قوي. بس كده شايفين اهو شكلها النهائي بعد ما غلفناها وهي اصابع، حاجة كده تحفة بصراحة، وطعمها لذيذ قوي، يعني احلى من الشكل بكتير. ما تنسوش بقى تقولوا لي ايه رأيكم، وكمان تكتبوا لي كومنت حلو كده، وما تنسوش اللايك للوصفة. تمام. شايفين الجمال؟ على فكرة لسه في كمية تانية، لذلك انا نقلتهم في طبق تاني، يعني مش كل الكمية دي. شايفين لقيت الطبق صغير مش مكفي كل الكمية، فرحت طبعا حطيتهم في ايه في طبق اكبر عشان اوريكم كل الكمية. شايفين متغلفة كده بالوايت شوكولات، حاجة كده تحفة بجد، طعمها لذيذ قوي قوي، مش مبالغة والله يا بنات مني، لكن دي الحقيقة. شايفين اهو نقلتها في طبق كبير علشان تبقى كل الكمية دي من 1.5 كوباية بس من الدقيق، ونص كوباية بالظبط من الزبدة. بس كده اهو طعمها يعني لذيذ فوق الوصف، ناعمة جدا، حاجة كده تحفة. وكمان شكلها وطعمها مختلف عن كل حاجة بنعملها، طعم القهوة فيها روعة جدا جدا. شكلها برضو شيك قوي وتنفع قوي قوي في طبق العيد. يلا بينا نشوف تالت وصفة معانا ان شاء الله تعجبكم قوي. زي ما انتم شايفين البسكوتات سهلة وبسيطة، وان شاء الله نتعلم ازاي نستخدم المكبس الجميل ده. ويلا بينا فورا نشوف هنعمل ايه. لو اول مرة تشوفوني يا ريت تنوروني باشتراككم في القناة، وما تنسوش اللايك عشان مهم جدا يا حلوين. يلا بينا نشوف فيديو النهاردة هنعمل فيه ايه. هنعمل احلى بسكوت اقتصادي جدا وسهل وبسيط، مكوناته موجودة في البيت ومش هتحتاجي تشتري اي حاجة من بره. زي ما انتم شايفين بسكوت ناعم جدا. عارفين بسكوت نواعم اللي بنشتريه من بره؟ ناعم زيه بالظبط. عاوزة اقول لكم دي حاجة ريحته جميلة قوي وطعمه لذيذ جدا جدا، مش هتبطلي تعمليه بالمقادير المظبوطة قوي اللي احنا هنعمل بيها النهاردة. وقبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا هنصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. زي ما انتم شايفين البسكوت بتاعنا، ويلا نشوف المقادير بسرعة. عندي هنا 2 بيضة، مش مشكلة لو كانت بدرجة حرارة الغرفة أو من التلاجة، أنا صراحة جايباهم من التلاجة وهعملهم على طول. تمام. هنحطهم كده في البولة، وهنحط عليهم 2 باكو من الفانيليا. تمام. ان شاء الله هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف بالكوبايه والجرام. عندي ذره ملح، ما ننساهاش ابدا في اي حلويات. عندي هنا الكوبايه بتاعتي هي 250 ملي لتر، لكن انا عاوزه منها 220 ملي بس. هاخد 220 ملي، يعني كوبايه الا صباع كده من فوق عرض الصباع. وهنحط مكان بقى اللي احنا سبناه من الكوبايه معلقه صغيره من السمنه.
عندي هنا كوباية من السكر البودرة اللي هي برضو بتبقى 220 ملي. مش هخلي الكوباية مليانة للآخر، يعني إلا عرض الصباع. هجيب كده مضرب يدوي، هنضربهم كويس جدا مع بعض. وبعد كده ممكن عاوزة تحطيهم في الخلاط مش مشكلة، لو عاوزة تجيب الهاند بلندر زي، بس بصراحة بسكوت الهاند بلندر ناجح قوي قوي. لو ما عندكيش الهاند بلندر مفيش مشكلة، ممكن تستخدمي الخلاط، وكمان ممكن تستخدمي المضرب اليدوي. ان شاء الله هنعمله بطريقة تانية وبالمضرب اليدوي اسفة. المضرب اليدوي ان شاء الله هنعمله علشان يبقى اقتصادي اكتر، ما نستخدمش فيه اي اجهزة خالص. طبعا عندي هنا نص كوباية من النشا. بعد ما وصلنا للقوام الكريمي زي ما انتم شايفين، يشبه الحليب المكثف المحلى، وعليه كوباية من الدقيق، كوباية كاملة من الدقيق، ومعلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر. هحط كمان نص كوباية من الدقيق، طبعا دي تاني كوباية، وهنعجنهم كويس جدا كده مع بعض. تمام. انا عاوزة العجينة بتاعتي تكون طرية مش ناشفة، وفي نفس الوقت مش بتلزق او بتشقق. تمام. هنعجن كده وهننزل الدقيق تدريجيا. شايفين اهو العجينة لسه طبعا ملزقة خالص في ايدي. كده حطيت تاني كوباية كاملة اهو. حطينا لغاية دلوقتي نص كوباية النشا والكوبايتين من الدقيق. هنشوف هيحتاج معانا المقدار ده قد ايه من الدقيق. طبعا انا عايزة اقول لكم انا استخدمت اقل من نص كيلو اهو. دي نص كوباية هنزلها برضو تدريجيا لغاية ما نشوف هيحتاج معانا قد ايه من الدقيق. طبعا عاوزة اقول لكم ان البسكوت احنا بنلمه لم كده مش بنعجنه. تمام. شايفين اهو لسه ملزقة، فبنزل الدقيق شوية بشوية. بسكوت اقتصادي يا جماعة، عملناه بالزيت طبعا علشان السمنة والزبدة دلوقتي غاليين قوي قوي، فعادي مفيش مشكلة تقدري تعملي بالزيت عادي جدا، وبيطلع معاكي هش وتحفة وطعمه وريحته جميلة قوي. بس أهم حاجة الزيت بتاعنا يكون فاتح، يكون ملهوش ريحة تماما. تمام كده. هنحط بقية الدقيق كلها اهو. خلصنا نص الكوباية اللي احنا جبناه، وهنشوف هتحتاج دقيق تاني ولا لأ. يبقى لغاية دلوقتي استخدمنا كوبايتين ونص من الدقيق. طبعا احنا عارفين نص الكيلو من الدقيق يعني 4 كوبايات، لكن انا لغاية دلوقتي استخدمت اهو. شايفين بدأت ما تلزقش في ايدي، ولقيتها لسه محتاجة معلقة من الدقيق من معلقة الاكل، فحطيتها ولميت بيها العجينة زي ما انتم شايفين. خلاص كده وصلنا للقوام المظبوط. هنعرفه ازاي؟ هناخد قطعة كده من العجينة وهنكورها على ايدينا. تمام. شايفين اهو. لو لقيناها ونضغط عليها، لو لقيناها شقات يبقى لسه محتاجة معلقة من الزيت او نص معلقة من السمنة. لو لقيناها لسه ملزقة يبقى هنحتاج معلقة من الدقيق. شايفين اهو طرية جدا وفي نفس الوقت مش بتلزق. تمام. عجينة مظبوطة ومقادير مظبوطة 100%. جربيها وان شاء الله هتعجبك قوي. هنسيبها ترتاح لمدة 5 دقايق كده، نكون حضرنا القوالب بتاعتنا او الصاجات او الصواني اللي هدخلها الفرن. تمام. وهنبدأ نكور العجينة كور متساوية، وهنرصها بعيد عن بعضها شوية علشان لما تنفخ في الفرن. احنا علشان حاطين بيكنج باودر طبعا علشان ما يلزقوش في بعض. زي ما قلت لكم البيكنج باودر او مقدار البيكنج باودر مهم جدا ان احنا نحط قليل علشان ما تنفخش، او لو هتعملي شكل مثلا زي ما انا عملت كده ببصمات البسكوت ما يضيعش الشكل منك خالص. عايزه اقول لكم انا المقادير اللي احنا عملناها دي عملنا اكتر من 43 قطعه بسكوت. بجد حاجه كده تحفه واقتصاديه وقطع معايا كتير جدا. شايفين اهو. خلاص عملنا. انا جبت الكارت اهو، ده بيتباع في اي عند اي حد عنده يعني ادوات المطبخ. تمام. هتقولي له انا عاوزه بصمات البسكوت، هديكي دي. هي حوالي، شايفين انا بحطها اهو، تلفيها كده يا رب تكون واضحه. تلفيها كده تلاقيها يعني تعشقت معاكي في في الطابعه نفسها من فوق.
او في الآلة نفسها. وبعد كده لو لزقت منك كده عادي مفيش مشكلة، تحطي حبة دقيق في البصامة علشان ما يلزقش معاكي، لكن بالراحة كده مش هيلزق خالص وهيعمل لك الشكل المطلوب. طبعا احنا هنضغط عليها للآخر. عامة البصمات دي هتلاقيها من 30 جنيه ل 40 جنيه، يعني مش غالية، وأشكال حلوة جدا زي ما انتم شايفين اهو. وانا بغير طبعا الشكل بعد ما اعمل مثلا 10 وحدات بغيره اهو. بصوا انا غيرت اهو الشكل. تمام، هعمل بشكل تاني يعني. بجد حاجة كده تحفة قوي. شايفين اهو، جميلة جدا جدا، شكل وطعم وريحة مش عاوزة اقول لكم. عاوزاكم تجربوه ان شاء الله وتقولوا لي في الكومنتات ايه رأيكم في البسكوت الجميل ده. بكل سهولة عادي، لو انت مش عندك البصامة دي وعاوزة تعملي البسكوت تقدري تشكليه بأي شكل انت عاوزاه. لو عندك الشكل او بصامة الكحك الناعم ممكن تعملي بيها. لو عندك كمان غطا ازازة مية ممكن برضو، او ازازة الزيت، اي ازازة اي حاجة، ازازة دواء عادي ممكن تشكلي بيها، تعملي شكل الهلال على البسكوتة من فوق. خلاص احنا اهو بصمناهم كلهم، وعلى الفرن هندخلهم على درجة حرارة 165 درجة مئوية، ما تزيدش عن كده، وهتكون معاكي من 20 دقيقة ل 25 دقيقة، مش هتاخد وقت اكتر من كده. عاوز اقول لكم انا البسكوت كله اصلا الوقت بتاعه ما اخدش مني نص ساعة، يعني اقتصادي في الوقت والمجهود وكمان المقادير والمكونات. بعد ما عدى 10 دقايق شايفين اهو نفخ نفخة مظبوطة، مش اللي هي نفخة قوي لدرجة انها تضيع الشكل. ما اخدش معايا اهو 25 دقيقة وخرجت وخلاص استوى. خلوا بالكم برضو من الفرن ما تكونش عالية طبعا علشان ما يحمرش قوي من تحت معاكي. بس اهو شايفين ايه رأيكم في البسكوت الجميل ده؟ يلا محتاج لايك بقى، لو لسه معايا في الفيديو لغاية دلوقتي ما تنسيش اللايك. تمام، شايفين اهو بجد حاجة كده تحفة. عاوزة اقول لكم ريحة الشقة كلها بسكوت، بجد تحفة قوي. يلا طبعا علشان عادي تاكليه بقى مع اللبن طبعا، عفوا اسفة، مع الحليب او تحطيه مع في اللانش بوكس للولاد مفيش مشكلة. طبعا مع الشاي في الصبح بتبقى حاجة جميلة قوي قوي. يعني انا بعمل لي كميه كل يومين، بياخدوا معايا يومين، يعني دي الصبح كلنا بنفطر منه. شايفين بجد حاجه كده تحفه. كل يوم كل يومين كده ولا 3 ايام تعملي لك شويه بسكوت، بجد تحفه قوي، ما ياخدوش نص ساعه معاكي في الصبح، حاجه روعه. شايفين الجمال؟ مش علشان معمول بالزيت يا جماعه هيبقى طعمه مش حلو، لا بالعكس تحفه قوي، الطعم جنان، والريحه مش عاوزه اقول لكم بقى، انتوا اللي هتقولوا لي في الكومنتات ايه رايكم في الريحه. وزي ما انتوا شايفين اهو دايب دوب. اتمنى يا رب ما اكونش تقلت عليكم، واتمنى الفيديو يكون عجبكم. طبقوا الوصفه وقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات. وكمان هتبقى طبق لذيذ جدا جدا في صبحيه العيد مع كوبايه اللبن او عفوا او كوبايه الشاي، حاجه كده تحفه قوي قوي بصراحه، وتنفع في كل الاوقات سواء كانت في العيد او غير العيد. الوصفة الرابعة بقى معانا عبارة عن صبليهات متنوعة من عجينة واحدة واقتصادية جدا، حاجة كده تحفة هتعجبكم قوي في طبق العيد. سهل وسريع واقتصادي جدا جدا، ومكوناتها كلها متوفرة في البيت، والأهم من كده إنها طعمها لذيذ جدا. عاوزة أقول لكم ممكن نقول عليه صبليه اقتصادي أو حلويات الزيت. بكوباية واحدة بس من الزيت هنعمل كل الأطباق اللي انتوا شايفينها معانا دي. بجد طعمها لذيذ قوي وخفيفة وسهلة وبسيطة جدا في طريقة العمل، ومكوناتها كلها موجودة في بيتك. بس قبل ما نبدأ فيديو النهاردة عاوزاكم تعملوا الحلقة دي أو الفيديو ده لايكات كتير، ما تنسيش اللايك علشان اللايك مهم جدا، وانا بقدم لكم حاجات حلوة كده وسهلة وبسيطة. بصراحة الوصفة دي
تستاهل لايكات كتير علشان بساطتها وجمالها وكمان طعمها اللذيذ قوي. وقبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. يلا بينا نشوف المقادير بتاعتنا عبارة عن ايه. عندي هنا بيضتين كاملين وصفار بيضة وكوباية من السكر البودرة. طبعا عاوزة اقول لكم الكوباية سعت 250 ملي لتر، مش مضغوطة. عليها معلقة من الفانيليا وكمان ذرة من الملح. عندي كوباية زيت، والكوباية اللي هنستخدمها في السكر البودرة أو في الزيت هي هتفضل معانا الكوباية اللي هنعمل بتبقى معيار كل حاجة. وعندي معلقة من السمنة أو السمنة البلدي يعني علشان تديني طعم كده حلو في الزيت. عاوز اقول لكم لازم الزيت بتاعنا يكون درجة اولى كده، حاجة نظيفة وشفاف وملهوش ريحة ويكون يعني طعمه حلو. تمام، بس كده هنضرب بالهاند بلندر لغاية ما الاقي القوام معايا تقل كده وبقى زي الحليب المكثف المحلى واتقل كمان. عندي كوباية من النشا، تمام، نفس الكوباية اللي هي استخدمناها في الأول هي اللي هنستخدمها على طول. ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. كده أنا حطيت كمان كوبايتين أهم من الدقيق، وتالت كوباية هحطها جنبي وأشوف هاخد منها قد إيه. تمام، بس كده هنعجنهم كويس زي ما انتم شايفين. نلم العجين كده علشان احنا عارفين ان البسكوتات مش هنفضل نخبط فيها ونعجن والكلام ده، لا خالص، المقادير بسيطة خالص وسهلة وزي الفل. شايفين الجمال بجد؟ هتبقى معاكي كده عجينة ناعمة وملزقة شوية. تمام، شايفين تلاقيها لازقة كده في ايدك علشان ضربنا السكر بالبيض. تمام، ما عندناش اي سوائل خالص في الوصفة، يعني لا عندنا مثلا حليب او مية، لا خالص. احنا هنعملها زي ما انتم شايفين، دي مقاديرنا عن يعني اول عن اخر. هنفضل نعجنها. انا خدت من الكوباية حوالي ربع كوباية كده من الكوباية التالتة. شايفين العجينة ناعمة وكمان ايه يعني ممكن تكون ملزقة حاجة بسيطة. اوكي، بس كده شايفين اهي كوباية انا اخدت حوالي ربعها او تلتها على حسب طبعا نوعية الدقيق تلم معاكي بسرعة او قد ايه. تمام، بس كده هاخد طبعا العجينة بتاعتي هحطها في كيس او اخليها في البولة بتاعتي، بس ايه اغطيها بالكيس. تمام، عشان ما تنشفش معايا. هاخد منها كده قطعة وهنحطها تحت كيس زي ما انتم شايفين. انا فردت كيس من اكياس التلاجة وحطيت كده العجينة بتاعتي وحطيت عليها نص الكيس التاني. تمام، عشان نبدأ نقطعها. عندك القطاعات دي اشكال قلوب، اشكال ورد، من اللي احنا بنعمل بيها البسكوتات. مفيش اي مشكلة، تقدري تعملي الاشكال اللي انت عاوزاها. طبعا انا جربت ان انا اقطعها كده من فوق الكيس وبعدين قلت لا مش مشكلة، ممكن تبوظ منك اول واحدة او تاني واحدة. لا، حطي كده في دقيق او نشا الطبع بتاعك اهي هتلاقيها بتطلع معاكي بكل سهولة. شايفين؟ انا عاوزة يكون في النص كده ايه فيها فراغ علشان انا احط فيها المربى زي ما انتوا شايفين في اول فيديو او الشوكولاتة بتاعتنا. تمام، بس كده. وهنقطعها الاشكال اللي تعجبك، نقطع قلوب وورد وكمان الشكل ده شكل الصبليهات بتبقى جميلة قوي. وده صبليه اقتصادي جدا، ان شاء الله هيعجبكم. وطعمه على فكرة يا جماعة مش عشان معمول بالزيت يبقى طعمه مش حلو، لا بالعكس، طعمه خفيف وحلو قوي قوي. ان شاء الله هيعجبكم. جربوه، قولوا لي ايه رايكم في الكومنتات. ما تنسوش بقى كومنت حلو وما تنسوش اللايك. وكمان لو اول مره تشوفوا قناتي اهلا وسهلا بيكم. يلا اشتركي في القناه وكمان فعلي زر الجرس على الكل علشان اول ما انزل وصفه جديده ان شاء الله يوصلك مني اشعار اني نزلت وصفه جديده. تمام، بس كده هناخد اللي احنا قطعناهم. تمام، هنحطها كده في الدقيق. تمام، ونقطع. ما تنسيش لو باظت منك اول واحده مفيش اي مشكله، ترجعي تحطي في الدقيق وايه وتضغطي تلاقيها معاكي طلعت تمام، مفيش تلزيق خالص. شايفين اهو؟ بس كده، مفيش اسهل من كده. واعملي الاشكال اللي تحبيها. هتلمي بقى بقيه العجين
وتكوريه، ما تعجنيش كتير، لا كوريها وبعد كده حطيها تاني تحت الكيس واشتغلي بيها لغاية ما نخلصها. عاوزة اقول لكم كوباية الزيت وكوبايتين وربع الدقيق وكوباية النشا وكوباية السكر عملت لنا كمية كبيرة جدا من البسكوتات الجميلة. شايفين اهو، وانتوا طبعا شفتوا في اول فيديو، خليكم معايا لاخر الفيديو علشان تشوفوا الكمية والجمال اللي احنا عملناه وزينا ازاي الصبليهات الحلوة او حلويات الزيت المشهورة بالاسم ده، باسم حلويات الزيت، خفيفة وسهلة وناعمة جدا. شايفين اهو بكل سهولة. اهم حاجة تحطي القطاعة بتاعتك في الدقيق او النشا. تمام، بس كده. واعملي الشكل اللي يعجبك. عندي انا برضو اهو ده طابع العين، سهل جدا وشكله حلو قوي قوي. بعد ما زيناها طلع شكلها جميل جدا. بس كده. تسويته طبعا بتبقى على درجة حرارة هادية برضو زي اي بسكوتات او قريبة. تمام، بس كده اهو بتطلع معايا بكل سهولة. رصيناهم اهو في الصاج بتاعنا، مش هندهنه اي حاجة علشان اي بسكوت احنا بيبقى فيه مادة دهنية سواء سمنة زيت، فيبقى ايه مش هندهن الصاج بتاعنا اللي بيدخل الفرن. عادي جدا هنحطه كده ومش هيلزق معانا خالص. متقلقوش حتى لو ورق زبدة، لو حابة تحطي ورق زبدة مفيش مشكلة، لو مش حابة هو مش هيلزق معاكي خالص. بس كده. وده شكل الوردة. تمام، علشان بس ما يلزقش منه ويدي كده شكل، انتي وبتعملي بتقطعي بالكيس بيديكي شكل حلو كده، يعني تحسي الوردة طالعة لفوق. تمام، بيبقى شكلها مختلف شوية. تعالوا نشوف كده. هنلم العجين كده حوالين داير. طبعا انا عاوزة ايه تبقى مفرغة في النص، فهقول لكم دلوقتي هنفرغها ازاي. بس كده. لمينا العجين، شوف قطعنا مش عارفة، انا لقيت عندي الخشبة الصغيرة دي مش عارفة بتاعت ايه، بس قلت ايه افرغ بيها الورد كده في النص. شايفين كأنها يعني حاجة مع الطابع. شايفين الجمال. وكمان القلوب اهي. انا وريتكم الطوابع اللي انا جايباها او بعمل بيها، اللي هي الستانلس بتبقى صغيرة دي، وايه وتقطعي بيها وهو الكيس تلاقي القلب والوردة معاكي قابة كده، لها شكل جميل يعني من فوق. تمام، بس هندخلها على فرن درجة الحرارة تكون 180. تمام، ويكون الرف مش تحت خالص، يكون فوق النص بشوية. تمام. ودي جبت طبعا طوابع البسكوت او المعمول، هعمل بيها برضو وهفرغها في النص زي ما انتوا شفتوا في الاول. شايفين انا كنت مجربة واحدة عشان اشوفها هتبقى تمام ولا لا اهي. شايفين، بس هفرغ بيها كده في النص. اهم حاجة ما تزودوش البيكنج باودر علشان شكل الوردة او الشكل بتاع البسكوتة ما يضيعش مننا ويبقى ايه او يروح، يعني ما يبقاش ظاهر كده وبارز، لا فاحنا ما مكترش البيكنج باودر. تمام. طبعا البسكوتات اهي طلعت ما بتاخدش لون غير من تحت كده، بتبقى واخده اللون الذهبي. وبنسيبها طبعا ايه سبتها هديت خالص وبردت اهي. وبعد كده هنبدأ نزينها. واول حاجه معلقه كده من السكر البودره وهنرشها بيها. تمام، يعني للتزيين هيبقى السكر البودرة، وهيبقى عندي مربى مشمش وكمان فراولة، وعندك شوكولاتة بيضة، شوكولاتة دارك، براحتك خالص زي ما تحبي التزيين. بس كده هنرشها اهي بالسكر البودرة، بيديها شكل جمالي حلو.
رشة خفيفة، مش هنرشها زي الكحك بسكر، لا خالص. هي رشة خفيفة كده بمصفى السلك، علشان ايه؟ توزعهم يعني على خفيف، ما يبقاش تقيل، مش بايدك، لا بالمصفى السلك كده وتوزعيهم. زي ما قلت لكم عندنا هنا مربى مشمش ومربى فراولة وشوكولاتة وجوز هند. تمام. عندك فرماسيل مفيش مشكلة برضو، ممكن تزيني بيه. تمام. واهو المربى بتاعتي انا ما جبتهاش يعني كتل زي ما هي، لا ضربتها بالهاند بلندر. تمام. لغايه ما نعمت معايا وبقت صوص كده، مش مربى يعني مش مربى يعني جامده، لا بقت صوص كده حلو وجميل زي ما انتم شايفين. دي العين حطينا فيها كده المربات زي ما انتم شايفين، والشوكولاته كمان. شايفين لو اخدتوا بالكم اهو المربى عباره عن صوص، مش مربى كتل، لا خالص. تضربيها بالهاند بلندر او على الخلاط او بايدك او مضرب يدوي، يعني بايدك جامد، هتلاقيها فكت معاكي وبقت صوص خالص. تمام. شايفين من تحت واخده اللون الذهبي وشكلها جميل قوي وتحفه، وطعمها لذيذ جدا وناعمه وهشه وحاجه كده تحفه. تمام. بس كده هتزينيها، عايزه تزينيها تلزقي مثلا اتنين في بعض، تكوني مفرغه مثلا من جوه، وبعد كده تحطي تلزقي واحده زي الصابليه يا جماعه، عادي جدا جدا. بس كل الموضوع ان احنا عملناه اقتصادي، من غير سمنه، من غير زبده، من غير اي حاجه غير كوبايه من الزيت. عملنا كميه كبيره جدا، ممكن تحطيها بقى ايه جنب الغريبه والكحك في العيد. بجد طعمها لذيذ قوي قوي. اهم حاجة نوعية الزيت بتاعتك تكون نظيفة علشان تديكي طعم لذيذ، ما يفرقش ابدا عن الزبدة او عن السمنة. تمام. القلوب زي ما انتم شايفين اهي، هناخدها كده بالمربى وهنلزقهم اتنين في بعض. تمام. بس هنحط كده حوالين داير المربى علشان نحطه في جوز الهند. زي ما قلت لك برضو لو عندك فرماسيل شوكولاته او الوان ممكن تحطيه فيه. شايفين بس كده بكل سهوله هنعمل كل القلوب بتاعتنا بالشكل ده. بجد حاجه كده تحفه، وكمان طعمها لذيذ قوي قوي. عاوزاكم تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم. بس كده عملنا طبق اهو، وكمان طبق القلوب، وكمان الورد زي ما انتم شايفين. زيناها زي ما عملنا البسكوتات اللي في الاول المربعة. عمل معانا كمية كبيرة جدا جدا، حاجة كده تحفة. شايفين الجمال؟ بجد حاجة رائعة جدا ما شاء الله. بجد تحفة جدا طعمها، وريحة البيت كله تحفة قوي. وان شاء الله هسيب لكم كل المقادير بالجرام وبالكوبايه في صندوق الوصف، علشان اول ما تيجي تعمليها ان شاء الله ترجعي لها في صندوق الوصف المقادير هتلاقيها موجوده باذن الله. وبكده وصفتنا اليوم خلصت. بتمنى انها تنال اعجابكم، واتمنى بجد انكم تجربوها، لانها وصفه بجد سهله وبسيطه واقتصاديه، طعمها وريحتها حلوه قوي قوي. مش هتندموا ان شاء الله لما تجربوها، وكمان هتعجبكم قوي. واشوفكم على خير. اتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.